لقطة طريفة، تحول رونالدو إلى فاعل خير بين لاعبين مغاربة في من يسدد ضربة جزاء. رد مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء على التوقعات الأخيرة للعالم الهولندي فرانك هوغربرت. تناول عدد من وكالات الأنباء الدولية أن المغرب أرسل فريقا من الخبراء إلى ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تناولت عدد من وكالات الأنباء الدولية خبر إرسال المغرب فريقا من الخبراء والمهندسين المختصين في حماية السدود إلى المناطق المنكوبة في درنة لمساعدة الشعب الليبي الذي تضرر جراء الفيضانات. كشفت التقارير إنه المقرر أن يصل الفريق المغربي إلى الأماكن المتضررة من الفيضانات للوقوف على نوع المساعدة التي يمكن تقديمها بخصوص مراقبة الوضعية التي توجد عليها عدد من السدود، حسب بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم السبت. وكان الشعب الليبي قد أبدى تعاطفه مع الشعب المغربي من اللحظات الأولى من زلزال الحوز. قال ناصر جبور مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء إن التوقعات الأخيرة للعالم الهولندي فرانك هوغربرت أراد بها صاحبها إثارة الجدل والنقاش بين عموم الناس. وقال المتحدث نفسه في حوار مصور مع سيت أنفو أن توقعات هوغربرت يجب أن تؤخذ بنوع من التحفظ، مضيفا أن ثمة فرقا تشتغل على هذا الموضوع في الشق البحثي الأكاديمي دون أن تفرج عن النتائج للعامة وتنشرها في المجلات العلمية. ولفت قائلا للموقع إلى أن العالم الهولندي لو كان يتنبأ لأخبر الجميع بالزلزال الذي ضرب المغرب قبل أن يحدث، وتابع قائلا: لقد ركز على منطقة معينة وقد يجد فيها آذانا صاغية، واعتبر أن كل الباحثين وإن كانت نظريات بعضهم هامشية نوعا ما لا يجب مصادرة حريتهم، لأن في المسألة استمرار لتقدم العلوم على حد تعبيره. في لقطة طريفة وغريبة شهدها دوري السعودي روشن، تحول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فاعل خير بين اللاعبين المغربيين محمد فوزير وكريم البركاوي. وأظهرت عدسات الكاميرا كلا من فوزير والبركاوي وهما يتنازعان حول ضربة جزاء، كل منهما يريد تسديدها قبل أن يدخل رونالدو على الخط، بالرغم من أنه يلعب للنصر خصم فريقهما الرائد. وتدخل رونالدو بين اللاعبين المغربيين محاولا تهدئة الموقف بإقناع البركاوي بترك فوزير يسدد الركلة. لا تنسوا الاشتراك والمتابعة إن أعجبكم هذا الفيديو.